بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى ايه نعمله مع بعض ايه نعرف مع بعض محشي لو كرنب عندنا كرنب يعني متفرغ ازاي نطلعه ويبقى تحفة، ما يبقاش مجلد ولا يشد. وهقول لكم ازاي. بصوا بقى، اول حاجة هجيب الكرنب بتاعي وهحطه في مصفى وهحطه في التلاجة يصفي المية بتاعة التفريز ايه بتاعته. تمام يا حبايبي. بعد ما يقعد في المصفى حوالي ساعتين 3 كده، بتجيبي ميه مغليه على النار زي ما هتشوفوها معايا دلوقتي، معاها معلقه سكر ومعاها معلقه صغيره ملح. تمام. بالطريقه دي الكرنب بتاعك مش هيجلد وهيكون لسه اكنك لسه جايباه طازه. تمام يا حبايبي. هنا بقى انا معايا ايه للتسبيكه بتاعتي. انا ضربه طماطم ومصفياها، انا ما بحبش البذر في الطماطم، بس في المحشي عادي ممكن ما تصفيهاش. هنا بقى مسخنه الزيت بتاع المحشي بيبقى حلو بالزيت. ممكن بعد المحشي ما يستوي تيجي حاطه له معلقه سمنه بلدي. تمام يا حبايبي. ونزلت طبعا محشي يعني بصل كتير، هنا بتزودوا كميه البصل بتسكر معايا ايه المحشي. تمام يا حبايبي. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. البصله بتاعتي يا دوبك هنصفرها، هنديها اللون الاصفر الفاتح يعني مش هغمقها. وهنا الميه معايا اللي هي ايه اللي انا قلت لكم هنسلق فيها الكرنب. وانا بقى ايه ابني الصغير لما طلب مني محشي الكرنب، فانا دورت عليه في السوق ما لقيتش كرنب في السوق. فانا استعنت بايه بحد حبيب عليا اللي هو يديني يعني هو عطاني بعت لي كيس. بس بفتح اتصدمت صدمة عمري. الكيس الكرنب محتحت اللي متقطع كده ايه حتت صغننه وانا مش بحبه كده، ومحتحت يعني مفتفت. تمام يا حبايبي. بس للاسف اضطريت اللي انا اعمله لان انا فعلا ابني نفسه فيه وبقاله ياما طالبه مني. تمام يا حبايبي. انا هنا ميه الكرنب اللي انا بقول لكم عليها غلت، نزلت بمعلقه السكر ومعلقه الملح. تمام يا حبايبي. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا انا الكميه دي ما كانتش هتكفي، فرحت مطلعه من عندي انا بقى كيسه ورق ايه عنب. للاسف اللي انا كنت زعلانه جدا لان اول سنه ما خزنتش فيها الكرنب، بس شفته الورق مهربد ومفتفت بطريقه فظيعه. بس سلقته وحاولت اللي انا ايه احشيه برضو، ما احنا برضو ستات شاطره وبنعرف نتصرف وبنعرف نطلعه برضو الحاجه كويسه ده باذن الله. الله صلوا بقى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وانتوا بتتفرجوا كده ما تنسوش تحطوا لي الايه اللايك. يا دوبك بقى انا هنا سقطت الكرنب بتاعي يا دوبك هيغلي غلوه ونطلعه برضو على المصفى بتاعته بالطريقه دي. اكنك بصوا ما شاء الله بدا يفك معايا اهو زي ما بقول لكم اهو، وبيبقى طازه بالطريقه دي. بقى عمره في حياته ما يجلد معاكي ولا الورقه تشد، لان اغلبيه الناس بيقولوا لي ان لما بنعمله محشي والكرنب بنبقى مفرزينه بنحس ان هو بيبقى مجلد كده وبيشد معانا. بالطريقه دي ماشيه زي ما انا قلت لكم، بالطريقه دي اكنه لسه جايباه طازه. تمام يا حبايبي. انا هنا البصله بتاعتي ايه خلاص اصفرت اهي، يا دوبك اصفرت. نزلت بثلاث اربع معالق صلصه من اللي انا عاملاهم مش جاهزه. تمام. ونزلت بالطماطم ونزلت بالتوابل بتاعتي. توابلك ايه للتسبيكه او تخديعه المحشي كانت ملح وفلفل وكمون وكزبره ورشه شطه ايه بودره. مش عايزه تحطيها ما تحطيهاش. هنا التسبيكه بتاعتي خلاص قربت تتسبك. ففي التوقيت ده بحب انزل بالخضره المشكله بتاعه المحشي، بحب احط حبه مش بحط الخضرة كاملة. بتفتح الريحة بتاعت الخديعة وبتبقى ريحتها جميلة 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 جميلة. وانا بسم الله ما شاء الله التسبيكة بتاعتي نطرة دهانها وطلع وريحتها جميلة. بس انا بحب تسبيكة المحشي ناشفة عن كده كمان، فغطيتها وسبتها ايه تتسبك وتتقل معايا. بصوا بسم الله ما شاء الله تخديعة لونها احمر وجميل ازاي، جميلة يا بنات. وريحتها كانت قلبة الدنيا وريحتها وهم بدأت تبقبق بقى معايا كده. تعالوا بقى نشوفوا معانا ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله التسبيكه تقيله وحمرا وجميله. هنا انا خفت تكون التسبيكه معايا كتير فقلت انقص واحط الرز والخضره. احتجت شويه الصلصه دول هحطهم، ما احتجتهمش يبقى انا برضو ايه كده في الامان. تمام يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطريقه دي بتاخدي احلى شويه محشي بيبقى طعمهم جميل جدا جدا جدا. هنا بقى هنزل الرز بتاعي غسلاه ومصفياه من الميه. اهم حاجه الرز ما يبقاش فيه ميه عشان ايه ما خليكيش الخلطه بتاعتك كلها ميه كده. تمام. نزلت بقى بالرز فهقلب كل المكونات اللي معايا. لو لقيتها لونها ابيض هحط حبه التسبيكه اللي معايا الباقيين. لقيتها لونها جميل خلاص يبقى انا كده استكفيت ايه بس انا هنا حطيت شويه التسبيكه اللي انا كنت عايناهم لان لونها ما عجبنيش. انا بنحب تسبيكه المحشي تبقى حمرا كده وجميله. في التوقيت ده برضو ايه حطي معلقتين زيت كده عشان يلمعوا معاكي الرز ويفلفلوا معاكي.
بصوا بسم الله ما شاء الله، الخلطة كانت ريحتها جميلة، والمحشي كان طعمه جميل والله، بسم الله ما شاء الله عليه كان جميل. بصوا انا هنا بعد ما خلطت حسيت ان لا، انا عايزة ايه، احط من التسبيكة كمان. بصوا بسم الله ما شاء الله جميلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اعملوا بالطريقة دي المحشي، والله اوعدكم ان انتوا هتاكلوا احلى شوية محشي كلتوه. بيبقى طعمهم جمال وخفاف وجميل، والله بيبقى طعمه جميل. بصوا بسم الله ما شاء الله، الخلطة معايا حمرا وجميلة. هنا بقى بقلب فيه، ويلا بقى بينا نقعدوا بقى ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله، بوريكم الخلطة حمرا وجميلة. لو عايزة تزودي خضرة كمان زودي. تمام، انا حطيت الخضرة اللي كانت عندي ايه، لو كان عندي كنت زودت. تمام، هنا بوريكم لون الخلطة جميل احمر وجميل ازاي، وده المطلوب ايه اثباته. هنا بقى قعدت على الارض عشان نحشو بقى ايه وننجزه في الوقت. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، خدت بقى كده الورق معايا واحده واحده كده، وبدات ان انا نحشي. طب انتي بتحشي ايه؟ بتحطي شويه في النص كده، شويه خلطه في النص، وبتلفي عادي. تمام، حشو المحشي الكرنب اسهل منه مفيش. يا دوبك بصي بتطبقي واحده واتنين، بتبرمي مره واتنين، والتالته بتقطعي. وما تخليش رز على الايه، على الصبع، عشان ما يعجنش منك في الحل. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. بصي بقى، وبتشيلي لو في عروق زياده ولا حاجه بتشيلها بالسكينه. حطيتولي لايك ولا لسه سرحانين كالعاده؟ انزلوا حطولي لايك كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، اكتبوا لي تعليق حلو كده، دايما بتفرح تعليقاتكم الجميله. طلب بقى الاستاذ الصغير عندي نفسه في المحشي الكرنب من زمان، فطلباته طبعا اوامر. بصوا بقى ايه، سهلي على نفسك كده وانتي قاعده كده ايه، قطعي ورق. بصوا بسم الله ما شاء الله، ما خدش مني والله وقت، ولا هو ولا محشي ورق العنب. قعدت كده مع نفسي بالليل وانا فاضيه، حشيته، وقمت الصبح طيبته وسلقت يا دوبك اللحمه، وقمت رحت معلقه عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بص بقى، ورق العنب بتجيبي الناحيه الخشنه، وتحطي برضو زي ما قلت لكم شويه رز، وبتتني من الجنب ده ومن الجنب ده، وبتلف عادي خالص. بصوا ما فيهوش صعوبه خالص. بص الورقه هنا كانت كبيره معايا فحقيقة، فمش هعملها بالكبر ده كله، فقطعتها على 3 ايه حتت، عشان الصبع يبقى صغنن كده وجميل. لا بصوا زي ما قلت لكم، الورق ده كان متفرز برضو، بس ما شاء الله كان جميل والله، كان تحفه. روح يا بابا. بس ايه رايك يا مصطفى في المحشي؟ جميل والله. هما ما شاء الله كانوا نفسهم فيه من زمان. بس عندي جماعه بيحبوا ورق العنب، وجماعه بيحبوا الكرنب. عندي ابني الكبير ما بياكلش الكرنب، ما بياكلش الا ورق العنب. بصوا بسم الله ما شاء الله، الصباع صغنن وجميل، والخلطه لونها جميل، اللهم بارك، كانت تحفه. هنا بقى خلصنا الحشو، وده بقى ايه، كان الكرنب دخلته في التلاجة هو والمحشي لغايه تاني يوم، زي ما قلت لكم احنا ايه قلنا اللي احنا حاشينه من بالليل. هنا يا دوبك هبهر هحط رشه ملح ورشه فلفل على الكرنب والورق العنب، بس هزود فيه عصره ليمون. وهنا بقى معايا الشوربه اهي، خلاص خلصت وجميله اهي، وبارده ما هي السخنه، لان الحاجه دي المحشي كان في التلاجة. تمام يا حبايبي، الشوربه بتاعتي مش سخنه، الشوربه بتاعتي معموله من فتره وبردت مش سخنه. هنا بقى حزقي لغايه لما اول سطر في الكرنب، وبعد كده خلاص هوقف الايه السقيه. ما شاء الله الشوربه كان طعمها جميل هي كمان، ولونها جميل ما شاء الله، الله اكبر عليه. هنهزه بقى الحله بتاعتنا زي ما احنا متعودين عشان ننزله الشوربه كلها تحت. بس هي عملت لنا حله صغننه بس والله كفت، وكانت جميله وكان طعمه جميل. لا بصوا هنا كمان هحط لسه شويه شوربه كمان، لغايه بس اول سطر من المحشي يبان. هنا بقى هعصر ليمون على ورق العنب ده عشان يبقى مزز كده وجميل. لا بصوا بسم الله ما شاء الله، الصوابع جميله. هنشيله دلوقتي كل البذر ده، ما تقلقوش، هنعصره بس الليمون ونشيلوه بقى بعد كده.
لو عايزه تعصري كمان ليمون اعصري، لو عندك كمان دبس رمان بتحبيه مزز وعايزه تحطي حطي. انا بقى هنا كمان هرش رشه ملح ورشه فلفل. لو الشوربه بتاعتك مش دسمه هتضطري ان انت تحطي معلقه سمنه او زيت. اما انا هنا ما شاء الله الشوربه كان فيها نسبه دهان حلوه، فعشان كده ما اضطريتش ان انا نحط سمنه نلمع بيها المحشي. لو ما عنديش شوربه بس بجيب واحده مرقه دجاج ومعلقه صلصه وشويه ميه واغليهم على النار وشويه فلفل اسمر لغايه ونعمل بيهم الشوربه الكدابه ونسقي بيهم. انا بقى هنسقي بقى ورق العنب بتاعي برضو زيه زي الكرنب، اول سطر هيبان بس في المحشي. بصوا بقى احنا في محشي الكرنب هنا حطينا قرن شطه كده عشان يبقى حامي وجميل ويفتح كمان ريحته وهو بيستوي، كان ريحته جميله، كان عامل طعم جامد وكان فاتح ريحته. هنا بقى حطينا طبق هنا وطبق هنا عشان الصوابع بتاعتي ما تفكش. هنعلق بقى عليه النار لغايه لما يلغلغ من النص ومن الجوانب. بعد ما يتشرب من الشوربه بتاعته هنوطوا عليه خالص يتلدن ونشوفوه بقى بعد ما يستوي. هنا بسم الله ما شاء الله كان الكرنب بتاعي خلاص اهو نزلته. وانا بقى بحب اللي هو نازل متلسوع ده بيبقى طعمه جميل. بس ما شاء الله الصوابع بتاعتي ما شاء الله ما فيش رز نازل اهو. مش معجن ما شاء الله، الله اكبر عليه تحفه يا بنات. وده برضو ورق العنب بصوا ما فيش حبايه رز طالعه من محشي ولا حاجه، كان طعمه جميل ما شاء الله. الصبع ده يعني كان لصاحب نصيبه بقى اللي خده. ولادي بقى ما شاء الله بيحبوا قوي اللي هو القعر الحله ده جميل. بصوا بسم الله ما شاء الله بقى هنا اهو. انا حابه اوريهولكم ان هو دايب دوب. بصوا طيب ومستوي وجميل جميل ولونه احمر وجميل بقى ازاي. بصوا حبايه الرز بتاعته مفرفره وجميله مش معجنه وبتلمع وجميله. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه.